الحاكم بأمر الله الفاطمي عمل حاجات غريبة كتير، زي ان هو ادعاء الألوهية وتحريم أكل الملوخية، وكمان منع الناس ان هي تشتغل بالنهار وخلاهم يشتغلوا بالليل. ومن ضمن الحاجات الغريبة اللي عملها محاولة نبش لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل جسده لمصر. وبدأت يا سيدي القصة مع الحاكم بأمر الله إن واحد من الحاشية بتاعته كلمه على فكرة نقل جثمان النبي صلى الله عليه وسلم لمصر، وبكده هيضمن إن في ناس كتير من كل الأماكن هتشد الرحال لمصر. فعجبته الفكرة دي. الحاكم بأمر الله لما عجبته الفكرة بدأ إن هو ينفذ فيها على طول، وأمر واحد اسمه أبو الفتوح إن هو ياخد مجموعة من العساكر ويروح المدينة. أهل المدينة لما عرفوا نية أبو الفتوح إن هو جاي ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الناس هاجت وغضبت وكانوا عايزين يقتلوا أبو الفتوح والعساكر اللي معاه. هو أبو الفتوح لما شاف الغضب اللي عند الناس قال لهم لولا أمر الحاكم ما كنتش هعمل كده. من الآخر كده إن هو أنا عبد المأمور، وإن اللي أمر بيه الحاكم بأمر الله ده حاجة مخزية. تاني يوم يا سيدي ربنا أرسل ريح في المدينة. الريح دي كانت كبيرة وشديدة لدرجة إن الإبل والخيل كانت بتطير، وفي ناس كتير ماتت بسبب شدة الريح. والريح دي كانت رادعة لأبو الفتوح، وبرضه كانت سبب لأبو الفتوح عشان لما يرجع للحاكم بأمر الله يقول له إن أنا ما قدرتش أنفذ الأمر اللي أنت طلبته مني بسبب الريح. طب الحاكم بأمر الله لما يحكي له أبو الفتوح اللي حصل معاه وقصة الريح اللي حصلت معاه يتعظ ويهدى ويسكت؟ لا طبعا، راح بعت ناس تاني عشان ينبشوا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المرة دي غيروا الطريقة. الناس دول راحوا سكنوا في بيت جنب المسجد وبدأوا إن هم يحفروا في الأرض عشان يوصلوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن واحد من أهل المدينة سمع صوت بجوار المسجد، الراجل بصوت عالي بدأ إن هو يقول للناس إن نبيكم ينبش. أهل المدينة كلهم طلعوا وبدأوا يدوروا على الناس دول، وبالفعل مسكوهم وخلصوا عليهم. ودول يا سيدي كانوا المحاولتين اللي قام بهم الحاكم بأمر الله لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كانت في محاولة ثالثة لنبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانش الحاكم بأمر الله هو اللي عايز يعمل كده، كانت في ناس تانية هي اللي بتحاول. لكن قصة المحاولة الثالثة دي أو قصة إفشال المحاولة الثالثة هي اللي غريبة. شوف يا سيدي سنة 557 هجريا كان في بعض ملوك النصارى كانوا عايزين ينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعتوا 2 من النصارى، وده كان في عهد نور الدين زنكي، والراجل ده كان معروف بالورع. نور الدين زنكي يا سيدي في يوم صلى ونام زي ما بيعمل كل يوم، لكن في اليوم ده شاف رؤية. الرؤية دي كان فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيطلب منه انه ينقذه وينجده من رجلين اشقرين، وكان بيشاور له عليهم. فنور الدين زنكي يا سيدي صحي من النوم مفزوع، فقام يصلي ركعتين وبعدها نام تاني. فجاله سيدنا محمد تاني بيطلب منه نفس الطلب، فصحي نور الدين زنكي وقام صلى ركعتين ورجع ينام تاني برضه. فجاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيطلب منه نفس الطلب، يطلب منه انه ينقذه وينجده من الاشقرين دول. فصحي نور الدين زنكي للمره الثالثه، لكن خلاص المره دي انه طرب من عينه. فبعت الوزير بتاعه وكان واحد من الصالحين اسمه جمال الدين الموصلي، فحكى له اللي شافه في الرؤيه. الوزير لما سمع الرؤيه قال له ان في حاجه بتحصل في المدينه، وان انت لازم تروح دلوقتي بنفسك وما تقولش لاي حد عن اللي انت شفته في المنام. وبالفعل يا سيدي طلع نور الدين زنكي ومعاه الوزير وشويه من العساكر، وكان معاهم اموال كتير، وراحوا المدينه. بعد ما وصل المدينه وصلى ركعتين كان اللي شاغل نور الدين زنكي ان هو ازاي هيلاقي الاثنين الراجلين دول الاشقرين. فالوزير قال لنور الدين زنكي انت لو شفتهم هتعرفهم؟ نور الدين زنكي قال له انا لو شفتهم هعرفهم على طول. اشار الوزير عليه ان هو يوزع الصدقه على اهل المدينه كلهم. فبدا يا سيدي نور الدين زنكي يوزع الصدقه على اهل المدينه، وكان عمال يتفحص في الناس عشان يقدر يتعرف على الاثنين الاشقرين دول، لكن ما طلعوش من ضمن الناس اللي اخذوا الصدقه منه. فسال اهل المدينه هو في حد تاني لسه ما خدش اي اموال من اموال الصدقه؟ قالوا له لا. قال لهم فكروا يمكن يطلع حد كده ولا كده ما خدش اي اموال من اموال الصدقه. فقالوا له ما فيش غير 2 مغاربه بيسكنوا جنب المسجد، لكن دول اغنياء وهم اللي بيدوا الناس او يدوا الفقراء الصدقه. فطلب منهم ان هم يجيبوا له الاثنين المغاربه دول، ولما شافهم اتاكد ان هم دول الاشقرين اللي بيدور عليهم واللي اخبروا بيهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فبدا نور الدين زنكي ان هو يسالهم هم جايين ليه؟ فقالوا له احنا جايين نحج واخترنا ان احنا نسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لا قولوا الحقيقه. فاصروا على الكلام ده، فراح معاهم البيت اللي هم ساكنين فيه. فبدا نور الدين زنكي ان هو يلف في البيت، والبيت ما كانش فيه اي حاجه غير اموال مملوكه ليهم وشويه كتب. الناس اهل المدينه كان بيثنوا على الاثنين المغاربه دول وبيقولوا ان هم ملتزمين دينيا. لكن نور الدين زنكي وهو بيلف في البيت راح رفع الحصيره اللي هي السجاده، فلقي خندق محفور وجرب يوصل للحجره الشريفه. بدا نور الدين زنكي انه يضربهم عشان يعترفوا، وبعد الضرب اعترفوا ان هم نصارى، وان بعض ملوك النصارى هم اللي ادوهم فلوس او اموال كتير عشان ينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الاعتراف ده نور الدين زنكي امر بقتلهم. اما المحاوله الرابعه لنبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دي كانت من الروم،
ودول مجموعة من الروم نزلوا البحر الأحمر، وكانوا عمالين يقتلوا في المسلمين والحجاج المسلمين، وكانوا عازمين على إن هم يروحوا المدينة وينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج جسد الشريف. لكن الحمد لله قبل ما يوصلوا المدينة في عساكر أو جنود من مصر قدروا يوصلوا وما يخلوهمش يعملوا أي حاجة، وقتلوا عدد كبير منهم وأسروا جزء كبير برضه، وفي منهم اللي هرب. أما المحاولة الخامسة لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دي المحاولة دي ما كانتش نيتهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت نيتهم قبر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ودول يا سيدي كانوا 40 شخص أو 40 راجل كانوا جايين من سوريا، هدفهم إخراج جسد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، فدفعوا فلوس كتير لأمير المدينة عشان يساعدهم أو يمكنهم من فتح الحجرة الشريفة. لكن بمجرد إن هم جربوا من الحجرة النبوية الشريفة الأرض بلعتهم كلهم. وبكده يا سيدي نكون خلصنا فيديو النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.